شفت العلاقه الجميله دي ما بين الاخ المصري ده وسعودي؟ شوف كده. عملت مع واحد سعودي من اكتر من 3 شهور تقريبا، كان بيني وبينه مصلحه شغل يعني، وكل واحد راح لحاله بعدها وخلص الموضوع. بعت له رساله معايده بخصوص عيد الاضحى المبارك، واقول له فيها يعني عادي كل عام وانت بخير، فالمفروض يرد عليا يقول لي وانت بالصحه والسلامه والاهل طيبين وبخير، عيد سعيد عليك، بعد الايام، الكلام العادي يعني. فانا ما تخيلتش ان هو يعني ايه، شايل لي يكمل الحاجات اللي جواه دي. انا ما اعرفش ليه يعني والله، ولا عملت معاه حاجه اقسم بالله تخليه يقول ال 35 ثانيه اللي انت هتسمعهم دلوقتي دول. فشوفوا يا جماعه السعوديين وشوفوا هل انا استاهل الكلام ده ولا لا. اسمعوا الريكورد واحكموا انتوا بس. اتفضل. يا مرحبا يا أحمد، أنت بخير وصحة وسلامة، وأسأل الله بيومنا الفضيل هذا أن يجبر بخاطرك ويبشرك بفرحة ما حسبت لها حساب، ينور لك دربك وطريقك، ويسهل عليك كل صعب، ويحقق منالك وآمالك وأمنياتك يا رب، ويحفظك من كل شر ومن كل تعب ومن كل هم، ويجعل الأيام الجاية يا رب سعادة لك وفرح وابتسامتك يا رب ما تغيب، ويسعدك ويوفقك ثم يرضيك ثم يرضيك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ويسترنا يا رب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويشرح صدرك بالإيمان، ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. الله يوفقك يا أحمد. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، له ولنا ولكم بالمثل يا رب العالمين. ادي يا جماعه السعوديين اصحاب طلاقه اللسان واصحاب الطيب الخاطر، وناس محترمه، ناس الكلمه الحلوه دايما في لسانهم، الدعوه الطيبه دايما في لسانهم. ادي علاقه السعودي بالمصري، وادي علاقه المصري بالسعودي. الشعوب فيها الطيب والغير طيب، وانت عملت راجل من ضمن ناس كتير محترمين في السعوديه. يعني زي المصريين في ناس كويسين كتير، وفي برضه الوحش موجود، وربنا يهدي الجميع. وابعتها لك.